النهارده هقول لك ايه هو الاكس جي وليه هو من الارقام المهمه جدا اللي بتسمعها بعد الماتشات وفي الاستعدادات التحليليه. فالاكس جي يا صديقي هو الاهداف المتوقعه الاكسبكتد جولز، سواء ليك او عليك حتى تتحسب اهداف متوقعه، تعرف تحكم على خط الدفاع وعلى خط الهجوم بتاعك. يعني ببساطه ان كل كوره خطر او كل هجمه خطر عليك او كل هجمه ليك انت على الخصم فهي بتتقاس بنسبه من 0 ل1. يعني من 0 ل1 يا صديقي، يعني لو طلعت 5/10 يبقى انت كده 50% خطورة، ولو طلعت 5/100 يبقى انت كده بتجرب من بعيد وبتشوف حظك. يلا بينا اقول لك ازاي بالرسم البياني دلوقتي. يعني يا صديقي ادي ماتش اهو وخلص 1-0. تمام. الاكس جي بتاع الفرقة اللي لونها ازرق 48%، والاكس جي بتاع الفرقة اللي لونها احمر 98%. يعني الأهداف المتوقعة ونسبتها عالية جدا في الفرقة اللي خسرت وأقل في الفرقة اللي كسبت. يا صديقي أنا حبيت أدخلك في الموضوع على طول. الإكس جي بتاعك ممكن يكون عالي وأنت أكيد كسبان، بس طبعا مش معنى كده إن أنت خسران الإكس جي بتاعك يبقى واطي، لا عادي جدا الإكس جي بتاعك يبقى عالي، بس أنت ما عندكش اللي يترجم وينهي الهجمات بتاعتك دي والخطورة بتاعتك على المرمى. برضه ممكن يكون مدرب بيقدم شغل حلو في الملعب، ولكن للاسف زي ما بقول لك مفيش اللي ينهي قدام الجون، والعكس صحيح. فادي يا صديقي الرسم البياني. ادي الفرقه الزرقاء 48، تمام 48، والفرقه الحمراء 98، 98. فالاكس جي بتاعها زي ما انت شايف شكل الرسم البياني ازاي. هسهلها لك اكتر، فعلشان اسهلها لك اكتر فمعانا ماتش البرتغال واسبانيا في كاس عالم 2018 اللي خلص 3-3. هنشوف الاكس جي بقى بتاعه عشان بس اقول لك الموضوع ازاي. طول ما الخط بتاع الرسم البياني كده مستقيم اللي لونه احمر، بص عامل ازاي، معظمه مستقر، ده معناه مفيش خطوره عاليه او في استحواذ كتير من غير خطوره تمس اي عامل من عوامل الاكس جي. تمام مفيش قوي يعني على بسيط. اما بقى بص هنا اسبانيا عامله ازاي، لونها لبني، بتطلع كل شويه، بص بتطلع، ده الاكس جي بتاعها عالي وخطورتها على البرتغال كانت كبيره. وبص النتيجه 3-3، فملهاش دعوه النتيجه بالاكس جي نهائي. هتقول لي ايوه حازم ما انت حلوه وريتنا الرسم البياني ووريتنا المنحنى عامل ازاي وفهمنا، بس هي ايه برضو العوامل اللي بتقاس عليها الاكس جي؟ بص يا صديقي تعال اقول لك، وهم 5 عوامل. يلا بينا. فرقم 1 يا صديقي الانجل، وهي الزاويه. تمام. يعني كل ما كنت في وش الجون والزاويه مفتوحه فالاكس جي بتاعك بيعلى، وكل ما كنت على طرف الملعب والزاويه كانت ضيقه فاكيد الاكس جي بتاعك هنا بيوطى. ورقم 2 الديستانس، وهو المسافه يا صديقي. اما بقى دي بديهيه، كل ما قربت المسافه قدام الجون فالاحتماليه هنا بتزيد فالاكس جي اكيد بيعلى، والعكس صحيح. اما رقم 3 الاسيست تايب، وهو نوع الاسيست. يعني الكره لو جالك عرضيه كروس غير لو الكره جالك ثرو بول مثلا كسر الخطوط، فهنا تفرق، لان هنا بيقول لك ان كل ما الكره كانت جايه من العمق فهي اخطر من الكور العاليه. يعني من الاخر الكره اللي جايه من العمق قيمتها اعلى واخطر من الكور او العرضيات العاليه. اما رقم 4 بقى وهو البادي بارت، وهو هتشوت بايه او هتحاول تفنش قدام الجون ازاي. يعني لو الكره جات لك على رجلك العدله فكده الاكس جي بتاعك بيزيد، عكس لو جات لك وتعملها بالهيد هنا الاكس جي بيقل، لان اكيد حسابات الهيد اصعب من حسابات الرجل، لان اكيد الرجل ادق. اما رقم 5 بقى يا صديقي وهو الديفنسيف بريشر، او من الاخر كده الخناقه اللي حواليك وانت بتشوت او بتنهي قدام المرمى. ودي يا صديقي حته مهمه، يعني كل ما كان المهاجم في الكلين لوك يعني لوحده كل ما كان الاحتماليه بتزيد، يعني اكيد لو في زحمه سيقان قدامه اكيد الاحتماليه بتاعته بتقل. يبقى صديقي راجع على العوامل اللي متاخده في الغالبيه من النماذج بتاعه قياسات الاكس جي، وهو زي ما قلنا كده رقم 1 الزاويه، رقم 2 المسافه، رقم 3 نوع الاسيست او التمريره، رقم 4 هتشوت بيه او العضو الجسمي المستخدم، رقم 5 الخناقه اللي حواليك بلغه الكوره عشان نبسط الدنيا او ضغط الخصم. على فكره صديقي ضربه الجزاء
قيمتها ثابته في الغالبيه من النماذج بتاعت قياسات الاكس جي، وهي 76%، لانها بتدخل بنسبه 76% تاريخيا في اي كره تانية بنقيسها مقارنه بقوه ضربه الجزاء دي. واللي عايز افهمه لك كمان ان الارقام دي اللي موجوده في الغالبيه من النماذج بتاعت قياسات الاكس جي. فالقصه مش في الحسبه ولا ازاي بنعملها، اهم حاجه نوصل للنتيجه. واتمنى اكون عرفت اوصل معلومه. وكان معكم حازم زناتي، حد بيحب يعرف الكره بتلعب ازاي. سلام.